اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله يا رب عيد سعيد علينا. النهاردة بقى هعيش معاكم كده وهعيشكم اجواء اكلات عيد الاضحى، واديكم افكار كده وطريقة لعمل الكرشة والكوارع والممبار والحاجات الحلوة دي. ندخل في الفيديو يا ست الكل علشان الفيديو مشحون ومليان حاجات كتير قوي. اول حاجة بنحط الكرشة، انا حطاها دي حلة ضغط، فبعد ما قطعتها وغسلتها وكده ونقعتها في ليمون وكمون وميه، عملت ايه بقى؟ سخنت الحله قوي قوي ورحت ايه، حاطه معلقه زبده او مكعب زبده، ورحت طشه فيها الكرشه، قطعها طبعا قطع صغيره، مش صغيره قوي، وسط كده. وبعدين قعدت اشوح فيها، وبعدين بدأت تنزل المية بتاعتها. قطعت عليها قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وكوسايه وبصلايه وفصين توم او معلقه توم، وقعدت اقلبها كده وغطيت عليها، بس ما قفلتش اللوك بتاع الضغط، لا انا سبتها كده زيها زي اي حله عاديه لغايه ما ايه، ما تنزل الميه اللي فيها خالص، واقوم حاطه لها الميه بتاعتها اللي هتستوي فيها. تمام كده تمام كده. ما بتاخدش كتير في حاله الضغط على فكره، يعني اللهم بارك بتاخد لها مثلا نص ساعه كده. تمام. على ما هي قعدت تنزل الميه بتاعتها شويه بشويه كده، واشكشك فيها كده واصفي فيها واشوح فيها، عملت حاجات كتير قوي. عملت البصل، وعملت الكوسه شوحتها كده بشويه فلفل اسود وملح، وقعدت اشوح فيها. ولما بدات برضو تنزل كل ميتها، حطيت عليها بصله، وحطيت عليها فص ثوم، حطيت عليها معلقه هريسه فلفل، بس خدوا بالكم عشان لو حامي. وحطيت عليها قلبتها كده كويس، وبعدين حطيت عليها معلقه من الصلصه الجميله اللي انا هعملها للكوسه وللكرشه وكمان هعمل بيها الممبار. تعالوا نشوف الصلصه دي هعملها ازاي. طبعا انا جايبه لكم الترتيب زي ما انا اشتغلت بالظبط. اول حاجه بحط معلقه زبده. الزبده يا جماعه انا بجيبها زبده كريستال او سمنه بلدي، الحاجات دي بتطعم الاكل جدا جدا. حطيت مكعب زبده، وحطيت فصين معلقه توم مهروس، وحطيت بصل مفروم، وبدات اشوح كده. وبعدين حطيت الفلفل الاسود والكمون والكزبره الناشفه، وبعدين معلقه من هريسه الفلفل، وكمان حطيت الملح وظبطت الدنيا كده. وحطيت معلقتين صلصه جاهزه كانوا موجودين عندي، وشقتهم كده بشويه ميه. وبعدين حطيت الطماطم اللي انا عملتها لكم في الفيديو اللي فات، وسبتها بقى ايه، وظبطت ملحها كده، وسبتها ايه تغلي على هداوه. خلاص الصلصه دي جاهزه عندي لكل حاجه. تمام. هزود بيها الكرشه وازود بيها الكوسه. شايفين بقى الكرشه طالعه مستويه وجميله، والكوسه طالعه شكلها حلو ويشرح القلب ازاي. شايفين بقى الاكل يفتح النفس ازاي. انا بوريكم اهو، عملنا كده رز ابيض وكوسه وكرشه. دي فكره. الفكره التانيه ان انا هعمل الكوارع. هعمل معاكم الكوارع بطريقه جميله جدا جدا وسهله حتى على حبايبي المبتدئين. طبعا الكوارع بعد ما غسلتها وقطعتها برضو بجيب مكعب الزبده بتاعي. امشي على الخطوات يا جماعه اللي انا بقولها، ان شاء الله ان شاء الله تطلع معاكي ريحتها وطعمها تحفه. هنا بقى طبعا انا ايه زي الست الدقدوقه كده المسحوكه. عملت ايه بقى؟ بعين بقى شويه بصل كده مفرومين في العلبه على شويه توم، وابدا بقى ايه، عندي الحاجات دي متخزنه فتسهل عليا الدنيا. اي حاجه بتتبقى برمي في كيس تلاجة واحطه في الفريزر. هنا بقى طبعا ايه، قطعت بصله بعد ما شوحتها بقى كتير، وقعدت ايه اهز فيها كده واقلب فيها في الزبده، والريحه بقى طلعت مش عايزه اقول لكم من غير ما احط اي حاجه لسه. حطيت بقى بصله وجزره، قعدت اقطع بقى وطماطم وفلفل احمر فلفل اخضر، وعملت كده التشكيله الحلوه دي. شايفين قعدت بقى ايه اقلب فيها كده. لسه برضو ما حطيتش البهارات بتاعتي. طب انت هتحطي بهارات ايه؟ هقول لكم. هحط فلفل اسود ده اساسي عندي، او ابيض زي ما تحبي. هحط فص توم كمان مهروس، وهحط كمان بصله مفرومه. وهحط طبعا مقطعه بصله، بس هحط بصله مفرومه كمان بتطعم لي الدنيا خالص. وهحط ال 11 بهار، وهحط او بهارات لحمه وملح ودمتم. هي دي بقى ايه الحاجه بتاعتي اللي انا بحطها.
بقلب 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 كده لغايه ما احس ان هي خلاص مبقتش فيها ميه خالص، او منزله عليها ميه سخنه بتغلي. تمام تمام. في برضو حاجه نسيت اقولها لكم، انا طبعا مفرزه ليمون اللي هو الصغنطوطي ده اللي كنت جايباه من ب 30 جنيه، كنت مصوره لكم فيديو بالكلام ده. حطيته بقى كده 4 5 ليمونات بقشرهم كده، وعصرت منهم برضو كام ليمونه وحطيتهم. مش بيمرر، لا مش بيمرر، تمام طالما هي بقشرها. حطيت بقى الايه الميه المغليه كده عليها وخلاص هسيبها تتعايش. عايزين الصراحه انا قايمه من بدري اعمل الكوارع دي، فعشان قايمه مولعه عليها من بدري وظبطت بهاراتها وظبطت كل حاجه ما تحتاجتش حاله الضغط معايا، فخلصت خدت وقتها وخلصت وانا مريحه دماغي وحطيتهاش في حاله الضغط. لو هتعمليها على بيات او من بدري ما تحطهاش في حاله الضغط. تمام تمام. هنا انا بعمل ايه؟ بعمل الخلطه الرهيبه، انا مش هقول عليها الا رهيبه، بتاعت ايه؟ مش بتاعت تيتا رهيبه، لا بتاعت ايه؟ بتاعت نرمين. الخلطه دي بتاعت الممبار. انا بعمل ايه؟ بجيب بصل وهريسه فلفل، ده لازم، وما بحطش توم، وزبده وشويه زيت، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمه، بهارات 11 بهار 7 بهارات، البهارات اللي بتحبيها، وبابريكا، وطبعا الفلفل حامي وما حطيتش شطه. وابدا بقى اقلب في الرز كده وامرطهم مع بعض في الرز، وبعدين احط الخضره وامرطهم مع بعض برضو بالخضره كده، واخر حاجه بضيفها الصلصه واظبط الملح. الله بقى على شويه الممبار اللي هتاكليهم في الاكله دي. اهو شايفين شكل الخلطه اصلا وريحتها، انتوا اكيد متخيلينها، ريحتها تفتح النفس المقفوله. اعملوا بقى الوصفات دي في العيد وعيدوا وفرحوا ولادكم وفرحوا حبايبكم، وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يا رب يعودوا علينا بالخير واليمن والبركات. عايزة اقولك بقى شوية صلصة زي دول لما يكونوا عندك، وشوية بصل مفرومين، شوية هريسة فلفل، انسي بقى ان انتي تاخدي وقت في الاكلات دي خالص. والممبار مغسول ومتقطع ومحطوط في كيس خلاص. الممبار البلدي تعرفيه ازاي؟ تعرفيه ان يكون فيه دهن. طبعا مش عايزه اقول لكم على كميه الدهن اللي في الممبار ده، لدرجه ان هي عكستني وانا بحشيها، بس حشيتها برضه تمام، بس بتطعم الممبار جدا. تمام كده اهو. حطيت كده وما بتمليش قوي، انا بمسكه بين صوابعي كده زي ما شفتوا. هعمل لكم واحده كمان واحشي، سهل قوي، ولا قمع ولا اي حاجه. احشي كده بين صوابعي كده وادخل ادخل 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 بصباعي ده كده، بيتحشي ويبقى زي الفل. طبعا ما بتمليش الممبرايه قوي، تخليها مبططه خالص كده، مبططه خالص، وهي هتظبط معاكي وتبقى زي الفل. انا بقى ده يتاكل ني، يتاكل ني. شايفين شكله؟ شايفين شكله وحلاوته والدهن اللي فيه؟ انا هوريهولكوا عن قرب، والله يتاكل ني يا جماعه. وقولوا لي رايكم في الكومنتات، بعرف اعمل الحاجات الحلوه دي ولا ما بعرفش؟ شكلها يفتح النفس ويشرح القلب. شايفين اهوت؟ حطيناها بقى في حله وهسخن ميه واحطها عليها واولع عليها، بيربط على طول ويتشكل ويبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعمل حاجه بالشوربه دي؟ لا ما بعمل بهاش حاجه. هنا بقى طبعا بعد على ما الممبار يستوي كنت بحضر العيش بتاع الفته. عيش الفته ده بتلمي كل العيش المكسر، كل العيش الناشف، كل العيش اللي ملوش لازمه، انا ما برميش اي حاجه طالما مش معفن وحالته كويسه وريحته حلوه بستخدمه. بتلميه بقى تقطعيه، وممكن تحوشيه في كيس وتشيليه للايه للفته في قلب الفريزر، ينفعك قوي 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 في العيد. تمام. فممكن بقى ايه تحوشيه من دلوقتي، تقطعي العيش من دلوقتي وتحطيه في كيس وتكيسيه وتعينيه في الايه في الفريزر. هنا بقى حطيت برضو مكعب زبده وشويه زيت، وقعدت احمص في العيش زي ما انتم شايفين كده لغايه ما اتحمص معايا. في جنب كده من الصينيه حطيت معلقه توم مهروس وشويه زيت برضو صغيرين، وبدات اقلب لغايه ما التومه تحمر معايا، اقوم نازله عليها بشويه خل واقلب كده. طبعا في ناس بتكتفي ان الفته تكون كده، تحط الشوربه وتحط الخضار والرز وخلاص، وفي ناس بتعملها بصلصه. انا كده مسكت العصايه من النص، عملتها بالاتنين، عملتها بالخل والثوم وعملتها بالصلصه. هنا بقى انا هعمل الايه، هعمل الصلصه بتاعه الفته. لكن لو انت عامله خضار جنبها ما ممكن يغني عن الصلصه يا جماعه، والله عادي. بعمل الصلصه بتاع الفته ازاي؟ معلقه ثوم، معلقه بصل،
وبهاراتي بقى الحلوه مع مكعب زبده، وبحط بقى ايه الصلصه بتاعتي، وبسيبها كده ايه تستوي على راحتها. خلاص دي صلصه ايه خلصت. انا كان عندي كوسه في اليوم ده باقيه، فكان ممكن ما اعملش صلصه، بس انا قلت عشان اصورها لكم. هنا بقى الزيت ده انا هحمر فيه الممبار. هنا الممبار طلع اللهم بارك جميل جدا جدا جدا، وشكله يفتح النفس وريحته حلوه، وميته شايفين الشوربه بتاعته عامله ازاي. بحط بقى في زيت التحمير معلقه زبده، دي هتديكي بقى طراوه وغناوه كده للممبار زي ما انتم شايفين، حاجه كده تفتح النفس. وحمرت كمان الكوارع استوت اهي معايا. يا لهوي خطيره 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 الحاجات دي. حط بقى معلقه شوربه كده على الفته، وتروحي حاطه بقى شويه رز، تحطيش رز كتير. واحلى احلى عزومه تعمليها في العيد او اكلات تعمليها يوم العيد وتقدميها كده لحبايبك، جميله جدا جدا. دي افكار لاكلات يوم عيد الاضحى، والممبار والكرشه والكوارع جمعتهم لكم في فيديو واحد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب كده ينال رضاكم. وعايزه لايك وشير واشتراك في القناه اللي مش مشترك. بحبكم.